سمك مشوي بالفرن بطريقة سهلة وسريعة، ومتأكدة إذا جربتوا هاي الوصفة ما راح تسوون غيرها. أهم شي سووا سبسكرايب ولايك للقناة حتى تشوفون كل الفيديوهات اللي راح أنزلها. جبت هاي السمكة ونوعها كارب. أكثر نوع أحب أستخدمه بالسمك المشوي بالمطبق سمك هو الكارب. إذا تعرفون أنواع ثانية وتنصحوني بيها كتبوا لي إياها بالتعليقات. السمكة أجيبها منظفة ومفتوحة من جهة الظهر، وأمسحها بس مسح بورق المطبخ، ما تحتاج غسل. طبعا موضوع نغسلها أو ما نغسلها أو نمسحها هواية بيه اختلافات، بس أنا حسب تجربتي أحس ما تحتاج بس نمسحها. وبعدين أغرقها بعصير الليمون من كل الجهات، لأن عصير الليمون راح ينطيها حموضة كلش طيبة، وأخلي العصير أحاول إنه يدخل بالفتحات اللي سويناها بالسكينة. وبعدين أحط عليها رشة ملح، بس لا تحطون هواية ملح حتى لا تصير مالحة وما طيبة. وفركوها زين بالملح والليمون، هاي الخطوة كلش مهمة. خلصت أصعب مرحلة. ولبسوا جفوف انتو تسوون السمكة حتى ما تصير ريحة بإيديكم، لأن الريحة صعب تروح بعدين. وحطيت حلقات من البصل والطماطة. هاي البصل والطماطة ما تتخيلون بعدين ويا الشوي ويا الصوص اللي راح نحطها عليها إشقد طيبة راح تطلع. استعملت صينية الفرن وحطيت ورق الخبز، وبعدين حطيت السمكة والبصل والطماطة، وبعدين ورقة خبز ثانية، وآخر شي السيلوفين. أكيد راح تسألون ليش غطيتيها، بس من تغطوها وتشووها راح تصير لينة من جوا وذايبة ذوب وما راح تيبس أبدا. شويتها بالفرن 45 دقيقة، النار من فوق ومن جوا. وبعد ما خلصت 45 دقيقة طلعتها من الفرن وشلت الغطا عنها، وهذا راح يكون شكلها. بس بعدها ما خلصت، هسه راح نحضر صوص تتكون من معجون طماطة وكاتشب ودبس رمان وشوية من ملح الليمون وفلفل أسود. المقادير كلها مكتوبة بالتفصيل تحت الفيديو. نخلط الصوص بالفرشة كلش زين، ونبلش نمسح بيها السمكة من كل الجهات، نغرقها بالصوص، لأن هي هاي اللي راح تنطي السمك طعم رهيب. وحتى الراس نحط له صوص، ونمسح البصل والطماطة، لأن هذول البصل والطماطة راح تتفاجئون من طعمهم إيش قد راح يطلع طيب. وهسه راح نرجعها للفرن بدون ما نغطيها حتى تقسب وتتحمص وتاخذ لون حلو. تحتاج نص ساعة تقريبا بالفرن، والنار تكون بس من فوق. وهذا شكلها بعد ما خلص الشوي وصارت جاهزة حتى ناكلها. وهاي السمكة خلصت وسويت وياها تمن، وشوفوا السمكة شلون ذايبة ذوب من جوا ومقسبة من برا، وطعم الصوص وياها غير شكل. وأطيب شي ويا هاي السمكة بالذات هو التمن الأحمر، بس هذا مو تمن أحمر عادي، هذا سويته على طريقتي بيه هواية إضافات. أكيد راح أنزل لكم الوصفة بالتفصيل ولازم تجربوه. صراحة هاي الأكلة أني أسويها تقريبا مرة بالأسبوع، لأنه سهلة وسريعة وكل اللي بالبيت يحبوها. السمك رهيب والتمة بعد أطيب. لازم تجربون السمك والتمن الأحمر بهاي الطريقة، طعمهم خيال.